طبعًا بقى أنتم فتحتوا الفيديو شُفتوا الدنيا متنظمة ومتروقة وإيه الجمال ده، إيه اللمسات الحلوة دي، والزرعة والورد، مش كل اللي تصوركم يبقى بجد، بجد والله اسمعوا كلامي، اللي ما يعرفنيش أنا نونا وقناتي اسمها حياة نونا، تعالوا بقى نشوف هنعمل مع بعض روتين ما بعد الفطار وما أدراك بعد الفطار. بُصّوا بقى ما تتخضوش والله، بُصّوا ده بعد الفطار يا جماعة، بُصّوا بقى الحاجة محطوطة والمواعين وأزايز والحلل، كل ده بعد الفطار، ما أدراكوا بقى بعد الغدا، بعد العشا، فتعالوا نشوف هنعمل إيه. والجاروف محطوط مش في مكانه وعايزة أغيّر كيس القمامة أعزكم الله، وبصوا البوتاجاز وبصوا البوتاجاز منظره مضايقني جدًا، قعدت كتير وحتى الفول أهو كنت أنا مدمساه طول الليل وفطرنا منه زي العسل. لو عايزين تشوفوا أنا بادمس الفول إزاي خشوا على القناة وشوفوا هتلاقوه موجود في القناة. بصوا بقى كده هبدأ بقى ومواعين كمان في الحوض، يعني الدنيا محتاسة على الآخر والمطبخ فلت مني بجد والله. أول بقى حاجة كده ما إيه هنلم الدنيا ما تقلقوش. أول حاجة لازم أعملها إن أنا إيه، لازم كده أغيّر كيس القمامة عشان أمّا آجي أرمي حاجة من الحاجات دي كلّها خلاص يبقى موجود. أولًا غسلتها أعزكم الله، كيس القمامة غيّرته أهو، وعشان لو عايزة أرمي حاجة بارميها براحتي. ما تنسوش إن أنتم تغسلوا الباسكت يا جماعة اللي عندكم وتغيّروا الكيس أول بأول أول ما تتملي. كده الحمد لله عملنا أول حاجة. تعالوا بقى نخش كده على الغسيل. أنا كنت حاطة غسيل قُلت بقى أمّا نفطر إيه، أشغّل كده الدورة، هي دورة صغيرة قُلت بقى أشغّلها عشان إيه، وقت ما أنا باعمل كده المطبخ أكون استفدت من الوقت والغسيل إيه، دار شوية. فإيه، تعالوا بقى نشغّلها كده وأنزّل الغطا بتاع الغسالة عشان ما إيه، ما فيش مَيّة تيجي عليها، وإيه، ودي نصيحة منّي وحُطّي cover للغسالة معاكِ. خلاص كده، خلاص كده. تعالوا بقى نشوف هنعمل إيه تاني. يا جماعة لو وصلتوا لحد هنا حطّوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعّلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. أول حاجة بقى كده إيه هاعملها، رتّبي أفكارِك كده خليكِ معايا. بُصّي، أول حاجة تعمليها نلِم الحاجة اللي على الرخامة، خلاص؟ أي رخامة أو أي حتّة أنتِ بتحطّي عليها الحاجة، أول حاجة تبدئي بيها إن أنتِ تلمّي، كل حاجة كده هنشيل الطحينة مكانها، وهنشيل الملح والحاجات دي كلّها، المواعين نحطّها في الحوض، خلاص؟ لو عندِك الحوض صغيّر، بس أنا باحب أحط مش عارفة ليه المواعين في الحوض، إلا بقى الحِلَل والحاجات دي. خلاص، هالِم كده المواعين كل حاجة هاحطّها مكانها زي ما أنتم شايفين كده، خلاص؟ اوعوا بقى تقولوا يا نونا إيه اللي أنتِ عاملاه ده، لا والله ما أصل أنا مش لوحدي، دي كده إيه طبق فيه شوية فول هاحطّهم في التلاجة عشان ما يحمضوش، اوعي تنسي أكل برّه، زي ما أنتم شايفين كده أهو. هالِم بقى كل ده، حطيت المواعين في الحوض، ولميت الإزايز على جنب عشان أول حاجة هابدأ بيها زي ما قُلت لكم الرخامة، وهانضّفها واخلّيها زي الفل. واحدة، واحدة كده وما تقلقيش، ولو أنتِ عروسة جديدة إيه، ما تخلّيش المطبخ يفلت منِّك، حتى لو فلت منِّك هتقومي تعمليه. وده برضه إيه، العلبة كده بتاعة القهوة قُلت أحطها تنشف كده مكانها وأشيلها مكانها، بس إيه هابقى مفتوحة يعني اللي هي تنشف عشان إيه، أحط الحاجة مكانها. أهو وهاشيل بقى الحاجات دي كلّها كده وأفضّي عشان إيه، أمسح الرخامة هي زي الفل وكنت غاسلاها وأنتم عارفينّي، اللي بيتفرّج على الروتينات بتاعة نونا عارفين إن أنا ما باسيبش حاجة مش نضيفة. هامسح كده بقى إيه بفوطة مبلولة كده الرخامة يكون عليها تلزيق مطرح فتافيت عيش أي حاجة، زي ما أنتم شايفين كده أهو. ما تقلقيش خالص وقعدت كتير بعد الفطار بصراحة استريّحت، ولو قعدت أكتر من كده هاكسّل. فعلى إيه، أقوم كده بعد ما شربت الشاي سخن، سخن كده أقوم إيه على طول إيه أنضّف الدنيا، عشان ما اكسّلش ولا إيه المطبخ إيه مواعين فوق مواعين هتلاقي الدنيا قد كده، خلاص؟ فأنتم إيه ما تعملوش زيي كده، أو إيه قوموا على المطبخ على طول كده، يعني اشربي كوباية الشاي بتاعتِك أو المشروب اللي أنتِ بتحبيه، وقومي كده روّقي دماغِك وإيه اعملي حاجتِك، أهو عشان يبقى فيكِ نشاط كده وحيوية، والصبح بيبقى في نشاط وحيوية. كده الحمد لله أهو، شايفين بقى الرخامة أهي اترتبت، عملنا حاجة يا ولاد؟ ما عملناش حاجة، أهو. إحنا فطرنا؟ لا ما فطرناش الرخامة زي الفل، أهو وده المنظر اللي أنتم شُفتوه في الأول، فما تخلّوش حد يضحك عليكم والكاميرا بتخبّي كتير والله يا جماعة بتخبّي. يالّا بقى كده إيه، حطّوا لي لايك لحد هنا لو أنتِ استمريتِ معايا لحد هنا، وتعالي معايا نخش على الحوض بقى،
خلاص حطينا المواعين في الحوض، تعالي بقى نغسل ونفضي الحوض. هبدأ بقى بيها الحاجات دي ايه الأول، ايه غسيل المواعين. طب هنغسل ايه؟ هنغسل الحاجات الكبيرة الأول، اللي هي الصواني اللي بتاخد أماكن والحاجات دي كلها. زي ما انتوا شايفين كده، جبت الليفة بقى الخاصة بالمواعين بتاعتي، وجبت ايه الصواني هغسلها الأول عشان ما تبقاش ايه يعني عاملة مكان كتير كده في الحوض. بصوا بقى، اللي عايز يجري يجري، بس من فضلكم اتفرجوا على الفيديو من اول للاخر، عشان في ناس بتحب تتفرج على الفيديو بدون ايه ان انت تعملي السرعة وتجريه. خلاص كده. حطوا بقى ايه، لو انت اول مرة تتفرجي عليا، اشتركي في القناة عشان يوصلك كل حاجة انا بنزلها، من شورتس، من بس من ايه فيديوهات. اهو زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، واشطفوا المواعين قوي قوي. هو المطبخ فلت مني، بس الحمد لله قمت وبطلت كسل، وقلت ايه لا انا اقوم ايه بدري بدري كده اخلصه، لحسن ايه هتلاقي المواعين كترت والحاجة كترت وانتي كسلتي وقعدتي. لا، نشطي كده. ولو وراكي حاجة دلوقتي ايه، شغلي الفيديو واشربي مشروبك واقعدي بقى اعملي حاجتك على طول. ابدأي بالمطبخ، يعني المطبخ هو ايه، مادام روقت المطبخ يبقى الشقة كلها متروقة. بس كده. تعالوا بقى ايه نغسل بقى كده المواعين زي ما انتوا شايفين اهو. اغسلوها كويس واشطفوها كويس عشان ما يبقاش ايه فيها صابون. ويا جماعة حطوا شوية خل في الصابون السائل بتاع المواعين، هيخلي الدنيا زي الفل، وما يخليش المواعين تبقى فيها ايه. عارفين لما بتقعدوا تغسلوا كده المواعين بتشطفوها كتير كده عشان تحسوا لسه الصابون فيها؟ لا. اولا الخل ده بيلمع الدنيا وبيلمع الكوبايات والازايز ويعقمها كل حاجه. فحلو قوي، حطوا شويه صغيرين كده في الصابون وادعي لي. بس بقى كده انا هغسل شويه شويه كده وايه واحطهم على جنب ايه، وبعد كده اشطفهم زي ما انتوا شايفين. بجد بجد، لما بتلمي حاجتك كده وترتبي افكارك هتلاقي الدنيا مشيت معاكي زي الفل. كفايه بقى كسل، وانا قلت يا بنتي يا نونا لا قومي شوفي حالك بقى. ده انت هتقعدي لحد امتى؟ ما خلاص فطرتي وشربتي الشاي بتاعك، فخلاص قومي بقى شوفي اللي وراكي، ما تقعديش اكتر من كده وما تكسليش. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. واحب اشكركم جدا جدا يا جماعه على دعمكم ليا، وبجد والله انتوا على راسي من فوق. انتوا حبايبي وانتوا اخواتي، وربنا يديم المحبه ما بينا، والتعليقات الحلوه اللي ايه بتدهاني. وبس انا بفكرك باللايك، عشان انتوا ساعات كتير قوي بتنسوا اللايك، في ناس كتير قوي بتتفرج على الفيديوهات من غير ما تحط اللايك. اللايك ده يا جماعه والله ببلاش، والتعليق ببلاش، وكل حاجه ببلاش. خلاص، بس هيفرق معايا انا، هيرفع الفيديو وناس كتير غيركم هيشوفوه. فياريت بقى ايه ما تنسوش اللايك لما تتفرجوا على الفيديو، وتتفرجوا على الفيديو للحد الاخر عشان نخلص شروط القناة وتدعموني كده، ربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري. يلا بقى لو وصلت لحد هنا، صلي على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دايما كده نذكر ربنا ونصلي على النبي واحنا واقفين. هتلاقي الدنيا فيها بركة، يومك فيه بركة. حتى وانت بتعملي الحاجة كده هتلاقيها والله العظيم بتعمليها بجمال كده ومش متضايقة ولا أي حاجة. اهو زي ما انتوا شايفين كده، هغسل بقى ايه الحاجات الرفيعة دي. وقولوا لي برضو انتوا بتحبوا نوعية الفيديوهات اللي ايه بحط الصوت على الصورة، ولا الفيديوهات اللي هي المباشرة ان انا ايه بس ساعات والله انا بعمل لكم فيديوهات بلاقي الصوت مش حلو، فاضطر ان انا احط الصوت على الصورة، فاهميني؟ فقولوا لي برضو انتوا بتحبوا ايه، اللي في اي انتقاد او اي حاجه مش عاجباكوا في القناه، او اي حاجه مش عاجباكوا في الروتينات، قولوا لي يا نونا ايه احنا مش عاجبنا كذا كذا، وانا والله من عيني دي لعيني دي هشوف الدنيا فيها ايه، واحاول ان انا اظبطها معاكم. اهم حاجه تكونوا انتم مرتاحين وعينكم مرتاحه، لان انتوا اللي بتتفرجوا مش انا اللي بتفرج. انا ما احبش اتفرج على نفسي خلاص. اهو زي ما انتوا شايفين بقى، جبت بقى ايه الكنكه. طبعا الليفه دي كلها مش هتخش في الكنكه، الكنكه صغنونه، فجبت كده السلكه الاستانلس كده. هي كنكه استانلس فمش محتاجه اي حاجه، بس هو مطرح اللبن بتلاقيه لزقت كده فيها. هدعكها بقى كويس قوي كده اهو. الاستانلس يا جماعه في الحاجه تحفه تحفه بجد.
أهو زي ما انتوا شايفين كده بقت زي الفل ولمعت، وبصوا ما بيحتاجش أي حاجة بجد. أنا عارفة إن الستانلس غالي، بس دي الحاجات دي أنا يعني جايباها من جوازي يعني. فالحاجات دي بصوا يعني بتستحمل جامد قوي قوي وصحية وكل حاجة. ده أنا دلوقتي مش عارفة أجيب حلة يا جماعة، حلة ولا كزرولة ستانلس، الحاجة غليت قوي. فالحاجات دي كانت معايا من الأول خالص، يعني من أول ما اتجوزت بصراحة. فحلوة جدا الستانلس لو قادرة وعايزة، ولو انت عروسة جديدة وعايزة تجيبي حاجة تنفعك وتعيش طول العمر معاكي، بجد والله أنصحك بالستانلس جنب بقى أي جرانيت سيراميك. الحاجات دي بس لازم لازم حاجات ستانلس أو طقم ستانلس. كنك ستانلس اوعي تجيبيه ألمونيا كده. فانت لو مقتدرة وقادرة ان انت تجيبي حاجة كويسة ونظيفة، هاتي الستانلس يا جماعة. بس كده. اهو بصوا بقى ايه، هغسل بقى كل الحاجات الرفيعة دي. صدقوا بالله انا ما بزهقش من ايه، من غسيل الكوبايات ولا غسيل الاطباق ولا غسيل الحاجات دي. بتضايق من الحاجات الرفيعة بالذات الشوك. بجد انا كنت الاول اللي يضحكوا بقى عليا، كنت الاول اجيب الشوكة اغسلها من مكان ما كنا بناكل بس، لكن من تحت الايد بقى اللي انتي بتمسكي بيها لا. بعد كده بقى ايه، عرفت ان الشوكة زي المعلقة يا جماعة لازم تتغسل كلها. فبصوا طول ما احنا مستمرين في الحاجة وبنستخدم الحاجة وبصوا مع بعض كده هتتعلمي. لحد ما نموت هنتعلم، مفيش حد معلم او متولد معلم، كلنا بنبقى ايه، بنتعلم من بعض. انا بتعلم منكم، ممكن انتي تقولي لي على حاجة اتعلم منك حاجة حلوة، حاجة صح، حاجة توفر عليا حاجات كتير. بصوا هي دي بقى طاسة ألمونيا بس بحبها قوي، بس هي المفروض ايه تتغسل بسلك اللي هو الألمونيا مش سلك الستانلس. بس انا بصراحة سلك الألمونيا خلصان من عندي، فقعدت ايه احول فيها كده وادعكها بالسلكة الستانلس على قدر من الامكان كده عشان تلمع وتبقى حلوة. اخر حاجة بقى بخليها حاجات البيض المقلي بقى، الحاجات اللي هي فيها سنة زفارة كده، اخر حاجة بعملها. طبعا انا غيرت الليفة، ما استعملتش الليفة بتاعت المواعين. اهو لفة الكوبايات الخاصة بالكوبايات والازاز. شايفين بقى، واحدة واحدة بتلاقي الدنيا اتلمت معاكي. لما ترتبي كده حاجتك وتشوفي حاجتك بجد بجد، بتلاقي الدنيا خلاص رقت معاكي. يعني كده احنا خلصنا الرخامة وبقت زي الفل، اللي يخش يحس الدنيا متروقة على الرخامة. بس هو ده جنبي، يعني جنب من المطبخ يا جماعة، فمش اي حد يصور لكم حاجة تصدقوها. بس كده. بصوا اهو زي ما انتوا شايفين كده بقى، هجيب بقى ايه الليفة دي بتاعة الحاجات السيراميك حلوة وبتنضف. واوعي واوعي ترمي البقايا الاكل او حاجات الفاضلة من الاطباق والكلام ده في الحوض، هتسد الحوض معاكي. خلاص في الاخر كده تلميها في الصفاية وهتبقى زي الفل. اهو زي ما انتوا شايفين كده اتغسلت والحمد لله. والليفة اللي هي انتوا ما شفتهاش هي مش سلكة، هي ليفة كده ستانلس طالعة مربعة كده كلها ستانلس، فحلو قوي للسيراميك والجرانيت. بس كده بقى الحمد لله اهي. شايفين هي دي اللي بقى انا بعملها ايه في ايدي. الحمد لله الحمد لله خلصت كده المواعين الحمد لله. انا بقى طبعا مش هغسل الحوض دلوقتي عشان لسه هغسل فيه حاجات تاني. انتوا عارفين، تعالوا بقى نخش كده على البوتاجاز. وما ادراك البوتاجاز، ما حدش يقول لي يا نونا ايه القرف بتاع البوتاجاز ده، معلش يا جماعه. انا هعمله بقى ايه، يعني تنظيفه كده من فوق الوش اللي هي التنظيفه اليوميه السطحيه. بعد كده ان شاء الله في يوم كده هعمله بجد عشان ايه، الم الدنيا واحده واحده كده بجد. لو انتي كسلانه عن المطبخ اعمليه واحده واحده كده، خدي حاجه حاجه. فانا ان شاء الله كده في يوم هتلاقوني ايه بقول لكم يلا يا جماعه تنظيف عميق للبوتاجاز. خلاص. او هبدا بقى ايه، جبت الليفه بالصابون كده وابدا ايه ادعك كده البوتاجاز عشان يبقى زي الفل، على الاقل يعني يفتح النفس واحنا بنعمل اكل. اهو زي ما انتوا شايفين كده. اهو كده. ما تنسيش بقى ايه البوتاجاز، وما تنسيش تغسلي الحوض. يعني الحاجات دي لما تبقى نظيفة كده باستمرار هتسهل عليكي حاجات كتير، وهيتفتح نفسك كده وانت بتعملي الاكل، غير ما تعملي الاكل على بوتاجاز مليان مليان ردة وزيت
وبقع اكل ومش عارفه ايه وكده، هتحسي ان انت لا في حاجه غلط. لكن لما تطبخي كده على حاجه نظيفه بجد هتفرق معاكي كتير، وانت ذات نفسك واولادك بقى لو عندك اولاد، ربنا يدي يا رب كل واحد ذريه صالحه يا رب ويكبر بخاطركم. هتحسي انت كمان هتعلميهم النظافه، لا ان في حاجه غلط لو هما كبار شويه وقفوا يعملوا حاجات على البوتاجاز، في حاجه غلط لو هو مش نظيف. هتلاقي بقى لو عندك بنوتة تقوم ايه منضفاه لوحدها، شايلة الرد من عليه، شايلة فتافيت الأكل من عليه، الحاجات دي. فانت دايما على حسب ما بتعودي ولادك، ايه ولادك هيتعودوا على الحاجة دي. معوداهم ان البوتاجاز هيبقى مش نضيف وانت بتعملي اكلك على حاجة مش نضيفة، هم كمان هيتعودوا على حاجة زي كده ويعملوا حاجتهم على حاجة مش نضيفة. فيا جماعة النظافة من الإيمان. أي حاجة مش يعني النظافة من الإيمان مش علينا احنا بس جسمنا ولا في شخصيتنا، لأ. النظافة من الإيمان في كل حاجة، في الشقة اللي انت قاعدة فيها، في الأوضة اللي انت قاعدة فيها. والله في ناس بسيطة جدا تبقى قاعدة في أوضة كده يعني، وحمام عزكم الله، وأوضة صغيرة بس ما شاء الله بجد بجد بتبقى نضيفة زي الفل. وأنا يعني شفت الحاجة دي بعيني بجد. فأهم حاجة النضافة والترتيب ومش مهم انتي عندك شقة عاملة ازاي ولا الفيلا بتاعتك عاملة ازاي، المهم يا جدعان النظافة والترتيب. يعني بجد بجد هتحسي انت كمان براحة نفسية، حتى اللي هيدخلك شقتك او الحاجة اللي المأوى اللي انت قاعدة فيه او البيت اللي انت قاعدة فيه، هيحس كده براحة نفسية، مفيش عصبية، مفيش طاقة سلبية في البيت بجد. فانتوا عودوا نفسكم كده ان انتوا تنضفوا الدنيا اول باول كده. بعد اي اكله تغسلوا الحوض، بعد تغسلوا البوتاجاز، تروقوا الدنيا، لو الارض عايزه تكنس تعملوها. هتقعدي هتكسلي على طول وهتاخدي على الكسل. وما ادراكي ما الكسل، الكسل ده هيوديكي في حته تانية خالص. بس والله يا جماعه انا بقول لكم بجد بجد كلام، يعني ايه مش مجرد كلام، لكن بنصحكم لله. زي ما انا بعمل حاجه حلوه بقول لكم على الحاجه إيه، مش هقول لكم انا ما بكسلش ولا ساعات ما بتعبش، لا بيجيني يوم وايام كتير بتعب فيها وبكسل فيها، بس الحمد لله لما ربنا بقى بيديني ايه الصحه كده واقوم اعمل حاجتي. اي حد بيكسل واي حد بيتعب، يعني كلنا معرضين لحاجه زي كده. بس ايه ما تكسليش على طول، ده قصد كلامي ان انتي برضو الجسم لما يتحرك بيسخن وعضلاتك بتقوى وتبقي ايه احسن بكتير من الكسل. بصوا بقى كده ايه خلصت الحمد لله البوتاجاز يا جماعة ولميت المطبخ بتاعي. بس فايه اعملي حاجتك كده واغسلي الحوض زي ما انا بغسله كده بعد كل اكل او كل مواعين انتي بتغسليها. اقول لكم ليه؟ كتر الغسيل يا جماعة والصابون، ولو انت بتستخدمي مثلا حاجة كلور، الحاجات دي كل الحاجات دي بتسلك الحوض وكوع الحوض، ما يبقاش ريحته وحشة، ما يبقاش فيه بكتيريا، ما يبقاش فيه اي حاجة. بالعكس في ناس كتير بتبقى ريحة البوتاجاز بتاعها الحوض بتاعها مش حلو. ليه؟ عشان هي ما بتغسلوش غير كل فين وفين او مرة بالليل قبل ما تناموا وخلاص. لا يا جماعة اغسلوا الحوض واهتموا بالنظافة بتاعته، لان انتوا بتحطوا فيه حاجات انتوا بتاكلوا فيها. فاهميني؟ ومهم جدا ان انتم ما بتغسلوا زفارة او حاجة في الحوض لازم تعقموه بالخل او الكلور، تدلقوا كده شوية في العين بتاعة الحوض بس كده. فيا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم واستفدتوا ولو حتى بكلمة وما كنتش تقيلة عليكم كده. فحطولي بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة لو انت لسه ايه اول جديدة ايه وبتشوفيني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسيبكم بقى مع الحتة الصغيرة دي، واوعوا تنسوا يا جماعة، اوعوا تنسوا ما اتفرجوا على الفيديو اتفرجوا على الفيديو للاخر كده. بقى الحوض بقى مية مية. بصوا بعد ما خلصت كده الحوض رحت ايه غسلت طبعا ايدي، عشان طبعا لازم تغسلوا ايديكم من الصابون السائل ده يا جماعة عشان بيبوظ الايد. خلاص كده. يلا بقى اسيبكم واقول لكم ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.